اكتر الحاجات اللي بتخلي ستات يكرهوا الراجل لما الراجل يقلل منها ويسخر من كلامها او يقل ادبه عليها، سواء لوحدهم بقى او قدام الناس. دي حاجة بتكسرها جامد. ست عندها رادار للكذب، لو حست ان هو بيلف ويدور او يخبي دايما بتفقد الثقة فيه بسرعة. لما تحس ان هو مش فارق معاه ومش بيسأل ومش مهتم بتفاصيلها ولا واخد باله من احتياجاتها. كمان الأنانية، يعني كل حاجة ليه هو وبس، طلباته هو بس، ومش شايف هي أبدا محتاجة لإيه. ست عايزة شريك، مش واحد بيدور على نفسه وبس. الخيانة دي أقوى ضربة لأي ست، حتى لو سامحتك هي بتكسر قلبها وبكرامتها وما بترجعش أبدا معاك زي الأول. الست بتحب الراجل اللي يبقى سند، لما يبقى صوته عالي دايما وغليظ وما يعرفش يقول كلمة حلوة. الستات بطبيعتها بيحبوا الحنية والهدوء، فالعصبية الزايدة وقلة الحنية دايما بتضيع العلاقة، يقلل من طموحها وأحلامها أو يقولها إن مالكيش لازمة وركزي في المطبخ وشغلك ده مش مهم. الست بتحب اللي يشجعها ويكبرها، مش اللي يقعد يحبطها ويهدم فيها. كمان الغيرة والشك المرضي دي بتضيع كل حاجة وبتدمر العلاقة تماما. لكن غيرة معقولة وكويسة بتفرحها، لكن شك في كل خطوة ده بيدمر الحياة تماما. الخلاصة، الست زي ما بتحب الراجل يكون مهتم وحنين ومسؤول، برضه بتنفر جدا من الكذب والإهمال وقلة الاحترام والخيانة. ولو لقت الحاجات دي متكررة قلبها بيتقفل مهما كانت بتحبه. الست بتحب الراجل اللي يخليها تحس ان هي متشافة ومسموعة ومتقدرة، ويقف جنبها في وقت الشدة قبل الفرح. الحب عندها مش كلام، الحب عندها أفعال ومواقف. تمام؟ سلام.